السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة تحلية بسيطة وجميلة جدا ومش مكلفة بالمرة. معايا مج من الرز، نقعته كده في مية حوالي 10 دقايق، وبعدين هحطه في بولة كده او اي حاجة عندي، واحط عليه مجين كده من المية المغلية، وهحطه على النار لحد لما يستوي. يبقى مهري كده خالص، يبقى ناعم جدا. اقلب فيه كده من وقت للتاني عشان ما يلزقش تحت. لو احتاج مية تاني احط شوية كده صغيرين علشان اديله فرصة يستوي كويس جدا في المية. وبعد كده هوطي عليه النار خالص لحد ما يتشرب المية كده ويبدأ يستوي براحته خالص. معايا كده عبوة فيها جيلي، اللي هي العبوة الكبيرة بتبقى فيها 3 اكياس، هاخد منها كيسين من جيلي الفراولة. تقدروا تعملوها بأي حاجة تانية، يعني ممكن جيلي فراولة، جيلي موز، جيلي مانجا، اي حاجة. حطيت كده كيسين. طبعا الكيس بيتحل فيه مجين من المية. انا هحط للكيس الواحد مج واحد بس، علشان انا عايزاها تمسك بسرعة ما تبقاش خفيفة ومتفككة. هحط مجين بس مية مغلية، وهقلب كده كويس لحد لما ما يبقاش فيه اي تكتلات في الجيلي. وهسيبه كده على جنب. في شفشق الخلاط هحط مجين من اللبن، وابدأ احط عليه الرز بعد ما برد. ما ينفعش احط طبعا الرز في الخلاط وهو سخن. حطيت كده 4 معالق كبار من السكر، اللي عاوز يزود السكر حسب ذوقكم انتوا. وضربته كده في الخلاط لما نعمته جدا، عشان كده لازم الرز يكون مستوي كويس جدا عشان يطلع ناعم كده زي ما انتوا شايفين. واحط بقى في البولات 3/4 كده البولة، مش هملاها قوي. سيبته كده لما هدي خالص، هتلاقوا الرز كده جمد شوية زي المهلبية كده، وابدأ احط على وشه وبالراحة جدا وانا بنزله على الرز، علشان ما يعملش حفرة كده في الرز. واحطه في التلاجة لما يجمد، مش هياخد وقت علشان انا مقلله المية على الجيلي. طعمه خطير جدا جدا، هيعجبكم جدا. وبألف هنا وشفا. ممكن نزينه بقى بشرايح الليمون كده، او نعصر عليه ليمون واحنا بناكله، الليمون بيديله طعم خطير. وبألف هنا وشفا. ودي كانت وصفتنا النهاردة. يا ريت لو عجبتكم تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.